90 دقيقة أنقذت أمريكا من فخ الإفلاس، ومكالمة تليفون لحقت العالم كله قبل الدخول في كارثة جديدة. فهل انتهت أزمة الديون في أمريكا؟ وليه الصين واليابان أكبر الخاسرين من إفلاسها؟ وإيه موقف الدول العربية من ديون أقوى اقتصاد في العالم؟ خلال الأسابيع الأخيرة الكل كان بيتابع اللي بيحصل في أمريكا وأزمة الديون اللي بيعيشها أقوى اقتصاد في العالم. من ناحية البيت الأبيض بإدارة جون بايدن الرئيس الأمريكي عاوز يرفع سقف الديون عن 31.4 تريليون دولار علشان تقدر الحكومة تستلف من تاني وتسدد الديون اللي عليها وتصرف مرتبات الموظفين. وعلى الناحية التانية مجلس النواب منشف راسه ومش راضي يوافق الحكومة على رفع سقف الديون، وشايف طريقة انفاقها الفلوس هي اللي لبست البلد في حيطة سد. ومن هنا استمر الشد والجذب بين الطرفين، وكل طرف راسه ألف سيف ينفذ اللي في دماغه، خصوصاً يعني إن بايدن تبع الحزب الديمقراطي ومجلس النواب أغلبيته تبع الحزب الجمهوري، والاتنين طول عمرهم أبرز منافسين لبعض على الساحة السياسية في أمريكا. وفي وسط الخناقة الدايرة دي وزيرة الخزانة الأمريكية طلعت تقول لهم يا جماعة لازم توافقوا على رفع سقف الديون، وإلا أمريكا بجلالة قدرها على 5 يونيو الجاي مش هتقدر تسدد الديون اللي عليها للمقرضين، وساعتها اقتصاد أمريكا ومع اقتصاد العالم كله هيدخل في حارة سد. بس يبدو كده إن الأمور بدأت تتحل واحدة واحدة، لأن الرئيس الأمريكي جون بايدن أعلن لاتفاق مع جون ماكارثي رئيس مجلس النواب، وده حصل بعد مكالمة هاتفية بين الاتنين استمرت لمدة 90 دقيقة. اتفقوا فيها على شوية خطوط عريضة هتكون العناوين الرئيسية لأي اتفاق هيحصل، وبعدها بساعات طلع الرئيس الأمريكي تاني وقال إنهم وصلوا لاتفاق نهائي خلاص، ناقص بس يدخل مجلس النواب وياخد الموافقة، وتقريبا كده الموضوع منتهي واللي باقي شوية شكليات، لأن رئيس مجلس النواب توقع موافقة أغلب الجمهورين على الاتفاق. فيا ترى الاتفاق ده بيقول إيه؟ عد معايا. 1. تعليق العمل بقرار سقف الدين لغاية يناير 2025، وده ياخدنا للبند التاني في الاتفاق، وهو السماح للحكومة بالاقتراض دون الرجوع للكونجرس، بس في المقابل في شروط زي مثلا تثبيت الحد الأقصى لإنفاق الحكومة السنة الجاية. بس خد بالك الحد الأقصى ده مش هيتطبق على موازنة الدفاع، وضيف على كده كمان تنفيذ قيود جديدة على منح كوبونات الطعام، ودي حاجة بتطلعها الحكومة لغير القادرين علشان يصرفوا بيها الأكل والشرب مجانا، يعني زي بنك الطعام كده. وضيف على كده كمان تقليل الإنفاق والاستثمار في تنفيذ مشروعات جديدة للطاقة. وأخيرا إعادة الأموال اللي كانت طلعت من الخزانة علشان تتصرف على مواجهة الظروف الصحية اللي حصلت في العالم كله، وده في 2020 وما تمش صرفها. وبكده يفضل معانا آخر سؤال، مين أكبر الدائنين لأمريكا واللي مصالحهم هتتأثر لو مجلس النواب موافقش على اتفاق سقف الديون؟ في المقدمة تيجي اليابان، ومن بعدها الصين وبريطانيا وبلجيكا على الترتيب، وبالنسبة للدول العربية تيجي السعودية في المركز الأول، ومن بعدها الإمارات والعراق والكويت. فهل تتوقع إن الاتفاق اللي أعلن عنه بايدن هيكون حل المشكلة والدول المقرضة لأمريكا تطمن على فلوسها ولا لا؟